صباح الخير. طبعا احنا كلنا بنحب المكرونة بالبشاميل، ما فيش بيت مصر مش بيعملها. بس احيانا بقى بتاخد معانا غلبة شوية ونقعد نسلق مكرونة ونوسخ حلة للمكرونة، وبتاخد وقت معانا. تعالوا كده انا جبتلكوا طريقة سهلة خالص. ما بنسلقش فيها المكرونة وفي الاخر بتطلع حاجة كده. بصراحة انتوا لو جربتوا الطريقة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا غيرها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في البداية هنا بنعصج اللحمة. بجيب بصلتين كبار مفرومين واحطهم على النار مع معلقتين كبار سمنة، واحط عليهم اللحمة المفرومة واحط ملح وفلفل واقلبهم كويس لمدة 10 دقايق. وبعد كده بجيب عصير طماطم احطه على اللحمة واسيبها بقى تستوي براحتها شوية على النار لحد ما تتشرب العصير الطماطم. وبعد ما الطماطم اتسبكت مع اللحمة بضيف عليها 3 كوبايات مية عشان هحط فيها المكرونة تستوي مع اللحمة. بالشكل ده بضيف 3 كوبايات مية واحط المكرونة وبعدين اظبط الملح والفلفل واغطيها واسيبها تستوي براحتها واقلبها كل شوية عشان متلزقش في الحلة. ولو احتاجت شوية مية معايا كمان بزودهم لها، لا شوية قليلين يعني على حسب سوى المكرونة. واحنا مش بنسوي المكرونة قوي لانها بتكمل سوى كمان في الفرن مع البشاميل. على ما تستوي المكرونة بقى بحضر للبشاميل. بجيب السمنة على قد مقدار الدقيق. يعني لو انا جايبة 4 معالق سمنة بحط قدامهم 4 معالق دقيق. اقل على حسب كمية المكرونة اللي انا عاملاها، وعلى حسب كمان كمية البشاميل اللي احنا بنحبها في صينية المكرونة. يعني لو بحب البشاميل كتير بزود بقى دقيق وازود سمنة براحتكم يعني. بقلب فيها شوية كده لحد ما تستوي كده وتطلع ريحة حلوة. ببتدي انزل عليها باللبن واحدة واحدة لحد ما تبقى معايا قوامها كريمي كده. انا بحط لتر لبن عليها، ولو في شوربة لو عندنا شوربة بنحط برضو بنزود كوباية شوربة. عايزة اقول لكم على معلومة واحنا بنعمل البشاميل. لو كتل معاكم ما تخافوش، حطوه في الخلاط واضربوه في الخلاط هيبقى كريمي وناعم كده وحلو. هنرجعها تاني على النار ونفضل نقلب فيها. في ناس بتحب تحط بيض، تمام، بتبقى طعمها جميل، وفي ناس ما بتحبش تحط البيض. في كلتا الحالتين بتبقى حلوة وزي الفل. اللي انتوا بتحبوه تقدروا تعملوه في البشاميل. بزود ملح وفلفل واخليها تغلى على النار لحد ما قوامها يتقل ويبقى بالشكل ده. ومعايا المكرونة بعد ما استوت مع اللحمة بنفس التسوية اللي احنا بنسويها فيها وهي بتتسلق. بضيف عليها شوية بشاميل واقلبهم كويس. وبعد كده بجيب صينية برضو مدهونة بشاميل وافضيهم مرة واحدة كده واسويهم حلو. وبعد كده بفضي عليهم كل البشاميل اللي عندي واسويهم كويس بالشكل ده. وبعدين نحط عليها الجبن ونحطها في الفرن. وبعد ما سويناها بالشكل ده ابتدي احط عليها شوية جبن بقى عشان نحطها في الفرن تستوي. بحط جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وحسب الرغبة يعني. ممكن تحطوا جبن وممكن ما تحطوش، على حسب الموجود عندنا في البيت. في النهاية بتطلع حلوة جدا، وبجد بالطريقة دي طعمها تحفة. لو جربتوها هتعتمدوها مش هتعملوا غير الطريقة دي، هتعجبكم جدا. وهنا بعد ما طلعناها من الفرن بجد طالع شكلها حلوة قوي وطعمها احلى واحلى. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، ويعني كل اللي يدوقها هتعجبه ان شاء الله وهتعتمدوا الطريقة دي على طول. لو وصلتوا لحد هنا معايا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. باي باي.